الظلم وحش يا ناس، يا ناس الظلم وحش. شالوا صورة زيزو من الزمالك الصبح، اتشالوا هم من الكونفدرالية بالليل. يعني مفيش طار بيضيع أبدا. ما شاء الله عليكم. لا ومبسوطين خالص، يعني بيشيلوا الصورة وبيرموها على الأرض. ما شاء الله هم كده يعني ايه، انتقموا من أحمد سيد زيزو. انتقموا منه. ده انتوا ربنا هينتقم منكم. في انتقال عبد الله السعيد للزمالك، كان الزمالك كده فريق شاطر وبيعرف يصطاد اللعيبة. اما في انتقال زيزو للاهلي، يبقى الاهلي كده بيفرغ الانديه من اللعيبه علشان ما يبقاش فيه تكافؤ فرص ولا يبقى هي اشمعنى عند الاهلي بقت وحشه؟ وبيراميدز لما كان بياخد رمضان صبحي قال لك اداره شاطره بتعرف تخلص اللعيبه وبتعرف تاخد اللعيبه من الانديه الكبيره. لا ما تشطر وتاخد يا عم اللعيبه اللي انت عايزها. هو انت يعني عشان انت مش عارف، ما معكش فلوس وعليك ديون وعليك فضايح في الفيفا هتجرفونا وتقول لك مش عارف الاهلي بيفضل ده الاهلي هيطلع عينيكم، بس اصبر على اللي انتوا عملتوه في ماتش القمه في الدوري، ان انتوا تقفوا مع بيراميدز. ده عقاب ليكم. ده عقاب ليكم تقفوا مع بيراميدز. كنتوا بتشتكوا من الحكام المصريين، علشان كده طلعتوا من الكونفدراليه. وان شاء الله ما انتوش طايلين حتى تالت ولا رابع في الدوري باذن الله، ولا هتطولوا اي حاجه. بقابلني وكاس مصر بيراميدز هطلعكم منه برضه، اللي هي خدت مكانكم اساسا في في الدوري. بس انا مش عارف مين سبيستون اللي طلعكم من الكونفدراليه ده. مين الفريق ده؟ ما شفتوش قبل كده ولا اسمع عنه، اول مره يلعب في الكونفدراليه بتهيألي. ما ده ببص عليه في ترتيب جدول دوري جنوب افريقيا، لقيته في المركز ال 13. ال 13 يعني مش الثالث ولا الخامس ال 13 يا مسلم. ويطلعكم الكونفدرالية في استاد القاهرة. ده مفروض الناس تفكر ليه احنا بيحصل فينا كده. علشان فشل الإدارة بتاعتكم، وعلشان خيبة جمهور الزمالك، ان هو اصلا عنده الاهلي يخسر مش مهم. مش مهم الزمالك يكسب او ما يكسب، المهم عندنا عايز، كان مستنيين الاهلي يخسر في الماتش بتاع الهلال السوداني. اقسم بالله كل زملكاوي كان منتظر الاهلي يخسر من الهلال السوداني. فعشان كده ربنا بيعاقبكم. امشي بنية سليمة وبضمير صافي، وهتشوف ان شاء الله هتبقى وضعك عامل ازاي. انما طول ما انتوا كده هتفضلوا ورا ان شاء الله.